فانا بقى عايزك تبطل تقليد وتخترع انت مع نفسك. ليه بقى؟ لان انت هيبقى ليك تاتش وبصمه مختلفه تماما عني وعن غيري. ودلوقتي هدي لك فكره حلوه جدا زي فكره الريزين، انا عايزك تبقى بتاخد الفكره دي تطورها. دلوقتي هدي لك فكره احلى كمان. شايف الصينيه اللي قصادك دي؟ بعد ما تخلص هيبقى ثمنها على الاقل 800 جنيه. والصينيه دي انا هسميها صينيه الرخام. ليه؟ عشان احنا هنرسم حته رخام جوه هنا دلوقتي. اول حاجه بنجيب الجسو. الجسو ده ايه فايدته؟ انه هيسد المسام بتاعه الصينيه كلها، نعمل اللي احنا عايزينه عليها. بعد ما اتاكدنا ان الخشبه كلها اتعزلت بالجسو، هناخد بقى لون خفيف جدا وندي الصينيه دي كلها. طبعا انا هنا هشتغل بدرجات الازرقات. المرحله اللي بعديها ايه بقى؟ كونكريت، ونفس الالوان اللي انا اشتغلت بيها ومعاها درجتين تاني زياده. بعد ما نقلب الكونكريت كويس نبدا بقى في التركايه الجامده قوي. حته خشبه صغيره والسر كله هنا، تقلب تقليبه خفيفه كده وبالراحه خالص وتطلع من النص. تجيب اللي احنا عملناه ده وتمشي عدل رايح جاي. رسمنا قطعه رخام من احلى ما يكون. وبعد بقى ما خلصنا صب الكونكريت بتاعنا ووزعناه كويس وتاكدنا ان احنا طلعنا البابلز، هنحط طبقه الريزن. كل الخامات اللي انا استخدمتها في الصينيه الجميله جدا ديت، من اول كونكريت للريزن للخشب للالوان، كلها هتلاقي موجوده عندنا في الويب سايت اونلاين. توصل لك خلال 3 ايام لو انت جوه مصر، وخلال 7 ايام لو انت بره مصر. لو عايز تتفرج على حاجتك قبل ما تشتريها تقدر تنورنا في الفراعين سواء في الزمالك او في المقطم. اكتب لنا تحت في الكومنتات انت عايز ايه بالظبط وهنجاوبك عليه.